مساء الخير يا جماعة على كل الناس. امبارح كان شيكابالا طالع مع إبراهيم فايق. كابتن شيكابالا طالع مع الكابتن إبراهيم فايق في برنامجهم يعني. ف ما اتفرجتش على البرنامج، وبعد كده رجعت البيت فلقيت الناس زعلانة وزملكاويه زعلانين كتير وبتاع، وأهلاويه بيتكلموا على إن شيكابالا قال كان نفسي آخد بطولة أفريقيا، وإن ما خدتهاش بسبب إن إحنا كنا 16 لعيب. دخلت على 2 لعيبة لقيتهم بيشربوا شيشة. الناس الدنيا اتقلبت وما اتقلبتش بقى، ولا الدنيا يعني ناس كتير بيتكلموا عن الموضوع دوت. بس هنا السؤال بقى اللي انا عايز اطرحه يعني، هو الشيشه دي كانت في جوهانسبرج في سان داونز هناك ولا كانت هنا؟ طب لو هناك، هل هم خدوا عده الشيشه معاهم يعني؟ خدوا الشيشه نفسها واللي بقى والفحم والولعه وكل حاجه يعني معاهم هناك؟ انا ما بفهمش يعني في الحاجات دي بصراحه، عمري ما شربت شيشه. وفي نفس الوقت طب لو في مصر، هو دخل عليهم في الاوتيل يعني؟ هم كانوا واخدين الحاجات دي في شنطه اللبس يعني، اللي هم رايحينه بتاعت الكوره، الجزم الكوره والشرابات والشينجارد وكده يعني، والشورتات والفوطه والاندروير وكده يعني، ولا ايه؟ ما جايبهم معاه وبعد كده الاثنين والهم بقى، هل ده ممكن يكون سبب خساره اي بطوله؟ يعني لو 2 شربوا شيشه معناه كده ان هم خسروا بطوله؟ طب هنا السؤال الاهم بقى، هل لعيبه مصر من قديم الازل ما بيشربوش سجاير؟ ما فيش حد بيشرب علبه في اليوم مثلا؟ يعني كل لعيبه مصر ما بتشربش سجاير؟ ده طلع في نفس البرنامج اعتقد. بركات وسيد معوض قعد يهزروا. سيد معوض اول ما راح من الالومنيوم للاسماعيلي، فبركات راح قال له روح هات سجاير من الكشك وما اعرفش ايه، فراح جايب سجاير، فالاسماعيليه كلها افتكرت ان سيد معوض بيشرب سجاير. ناس تشرب سجاير، لعيبه بتشرب سجاير وبيشربوا شيشه من ايام قبل ما العب بكتير، على ايامي وعلى ايام الجيل الذهبي بتاع حسن شحاته ودلوقتي. ده احنا بنسمع عن اكتر من كده كمان. فالتصريح خد اكتر من حقه من وجهة نظري يعني. وعلى مستوى العالم يعني، في لعيبة عالمية بتروح بس مش قبل الماتش يعني، اللي بيروح يسكر ويشرب ويعمل ويسوي. لكن تصريح مش شايفه ان ده ممكن يكون سبب في خسارة البطولة. لكن اكيد طبعا التركيز في بطولة بقيمة نهائي دوري ابطال افريقيا كان شيء مهم يعني، لكن عمر الشيشة ما هي اللي هتخسر فريق بطولة. السلام عليكم.